بصمته، خدت الفلوس اللي في الخزنة، قضت عليه. اتهمتها والدة إبراهيم شيكة لهبة ترك. ربنا حدد الميراث في آياته، وحدد الميراث بيتوزع ازاي. لكن إبراهيم شيكة جاية عايزة تحقق أملها، أو جاية عايزة تحقق وعود ابنها الله يرحمه وعدها لها. وعود إبراهيم شيكة وعدها لوالدته إن هو يفتح لإخواته ورشة، وإن هو يعمل لها بيت دورين، وإن هو هيسفرها الحج. لكن هو إبراهيم شيكة فين دلوقتي؟ إبراهيم شيكة رحمة الله عليه توفى بعد صراع مع المرض، بعد ما زوجته هبة ترك طلعت وبقت تلم فلوس عشان علاجه. بعد ما هبة لمت الفلوس، وكل فكر ان ال 250 اللي دفعهم محمد رمضان، والفلوس اللي دفعها تامر حسني وقفشه وغيره ووفاء عامر اللي ساعدتها، وناس كتير ساعدوها. لكن هي ما بصتش ان هو بياخد جلسات كيماوي، ما بصتش ان هو قعد تعبان سنة و8 اشهر، والست طلعت عملت لايفات عشان تجيب فلوس علاجه، وهو ما يقدرش ان هو يشتغل بعد المرض اللي هو جاله. الكانسر قضى عليه. بدأت تحارب ووقفت معاه، ولمت من ده ولمت من هنا عشان تساعد جوزها. انتوا كنتوا فين؟ انتي حضرتك كنت فين؟ ما كنتيش مع ابنك. هتقولي ما دخلتناش ومش راضيه تخلينا نخش نشوف ابننا. لا، ده ابنك. هتخشي وهتقفي وهتخليكي حواليه. لكن هي اللي وقفت، هي اللي ربت، لا هي اللي سندت، هي اللي عملت كل حاجه معاه. انت ربيتي وكبرتيه، وده رساله كان واجب على كل رساله ان هي توصل اولادها لبر الامان. وكنت مشكوره، وام مشكوره، وام عظيمه ان انت وصلتيه لبر الامان وفتح بيت. ماشي، ده وعود هو وعدها لك. هي ذنبها ايه؟ هي مرات ابنك، ملهاش ان هي تحقق لك الامنيات او الوعود اللي ابنك وعدها لك. طيب، ما بصيتيش ان انت جايه تدوري على الميراث؟ ما بصيتيش على زعلك على ابنك؟ ما بصيتيش على ان اولاد ابنك هيعيشوا ازاي؟ ما بصيتيش لحاجه زي كده؟ بصيتي ان هو عنده شقتين وعربيه. ماشي، عنده شقتين وعربيه، رغم ان هبه بتقول ان مفيش الا شقه. ده حاجه ملناش فيها، بس في حاجه اوراق شرعيه او وثائق شرعيه بتطلع بالميراث. في حاجات للميراث بتطلع. هنا هتعرفي نصيبك. الحاجات المكتوبه باسم ابنك هتعرفي نصيبك منها. قلت ان هي جت لك بعد العزا مش عارفه بقد ايه، اديتك 500 جنيه. تديكي 500 جنيه ازاي وزعلانه ان هي اديتك ال 500 جنيه؟ لا، ده يعني يعني المفروض اولادك، انا ما بقولش انتي ظروفك كان الله في العون، اولادك هم يقوموا بيها. اولادك ربنا يخليهم، كام ولد بدل ما هم واصدقائهم طالعين يقولوا وفاء عامر ادت لها وما بصتش لامه. انت عايز وفاء زي ما هي بتدي لها مثلا عشان تاخد بالها من ابراهيم، او عشان تربي اليتامى، تدي للحاجه؟ اولادها موجودين، اولاد الحاجه موجودين اللي قاعدين ومستنيين يعملوا المشاريع. اللي بعد ما ابراهيم مات قالوا بس فلوس التبرعات مع هبه كتير هناخدها منها، وده حقنا. ابنك طلع واتكلم وقال الله يرحمه. يعني حرام عليكم والله، الواحد مش عارف يتكلم ويقول ايه. يعني ده واحد توفى، يعني خلاص، يعني المفروض ما يطلعش كده. يعني انتوا تطلعوا تاكلوا فيه كده وهو ميت؟ ما ينفعش. يخلي بينك وبين هبه، انما تطلعي على الملأ وتتهمي وتقولي لها انت خدتي فلوسه وانت طلعتي شحت عليه. يا ست، انت ذات نفسك اللي بتقولي ايه؟ شحت عليه عشان علاجه، مش عشان حاجه تانية. والله يعني هي زوجه تشكر ومشكوره ان هي وقفت مع ابنك في المستشفيات.
ما سابتش ابنك في المستشفيات، وقفت لاخر لحظه. انا والله بتكلم وبتخيل شكل ابراهيم شيك الله يرحمه قدامي وبزعل. بزعل بزعل. هي طلعت وصورته، والله هي طلعت عشان عايزه حاجه تساعدها. هتعمل ايه؟ هي ست ولوحدها، هي ست ولوحدها. هنقول اخواته ظروفهم على قده، خلاص ظروفهم على قدهم، يبقى هما في جنب وهي بتسعى في جنب تاني. لكن تطلعي تدوري على مراسك وبتدوري وعايزه البيت الدورين، عايزه البيت الدورين، وان هي تعمل ورشه او حاجه لاخواته، مشروع، وكمان تطلعك حجه وعمره زي ما هو وعدك. هو وعدك، هي مالها بالوعد؟ هي مالها بالوعد؟ هي الله يعينها، هي الله يعينها دلوقتي. الاولاد لسه صغيرين، مش كبار زي اولادك، يعني مش كبار زي اولادك يعتمدوا على نفسهم. مين اللي هيصرف عليهم؟ ما بصيش ان الاولاد في مدارس، في اكل، في لبس، في عيا، في حاجات كتير كتير كتير. مين اللي جاي هيقف مع هبه؟ اللي هيقف مع هبه الفتره الجايه في تربيه اولادها مين؟ في حتى لو هي اخدت حاجات او معاها فلوس من اللي هي لمتها، سيبيها تصرف بيها على اولادها اللي لسه حتت، اللي لسه مش عارفين هيعملوا ايه في الحياه، لسه صغيرين. سيبيها تصرف على الاولاد. ما جتش خبطت ولا قالت ادوني، لانها هي شايفه الظروف، شايفه الظروف ان الدنيا على قدها، ان الحياه بسيطه. انت مشكوره ومكرومه ان انت ربيتي ابراهيم لما وصل للمرحله دي، وقسيتي عليه وباباه وشرحتي وقلت ان باباه كان متوفي وكذا وكذا. لكن اللي حواليكي، اللي خلوكي طلعتي اتكلمتي، هم اللي ضحكوا عليكي. اللي حواليكي اللي فكروا ان هم هيورثهم، قالوا لك اطلعي اتكلمي وقولي كذا كذا كذا. ليه انتم ما انتبهتوش لحته زي دي؟ ليه انتم ما قعدتوا كده؟ انتوا حتى لو شفتوا حاجات بتطلع زي دي في على وسائل التواصل، تقولوا ايه؟ الله، هو ده وقته كلام في الميراث؟ لا، ده ولاد الاصول ما بيبانوش الا دلوقتي. ولاد الاصول ما بيبانوش الا دلوقتي. ازاي يعني؟ الميت مات، نستنى حتى اما عظمه ينشف وندور على ميراثه؟ لكن لا، بيبان بقى هنا، بيبان هنا الناس ومعادنهم، المعادن بتاعتهم بتبان. ايه؟ ده ابنك، ده ابنك، يعني بدل ما تزعلي عليه بتدوري على الميراث، بتدوري على الميراث. يعني كان الله في عون هبه، انا مع هبه في كل حاجه، في كل حاجه. حتى لو خدت هبه ملايين الدنيا من وراء شغل، من وراء ابراهيم، او من وراء الناس اللي تبرعت لابراهيم، انا معاها. هي لازما تربي اولادها. تربي ولادها ازاي؟ ده ست لوحدها، ست لوحدها. هتربي البنت والولد ازاي لوحدها؟ يعني انتوا ليكم راسكم الشرعي في الحاجه اللي مكتوبه له. وبعدين طالعه تقولي اخته ادته الحلق بتاعها ال10 جرام ايام جوازه. طب هو ايام جوازه ما ردهاش ليه؟ هو على قيد الحياه. انت جايه تطالبيها هي ليه؟ ماشي، الحاجه اللي هو مديون فيها انت وهي، مش انت بس، انت وهي، انت واخواته وهي، هتسدوها عشان الراجل اللي في التربه ده ينام مرتاح. ده لو هو مديون. مش ندور على حلقة اخته، وندور على كان سايب فلوس في الخزنة وهي خدت الخزنة، واللي طالع يقول ده الشقة عندها شقتين، ويعني ايه شقة في القاهرة؟ يعني 4 مليون، يعني تبني لنا البيت وزيادة تدينا شقة واحدة وتاخد هي الشقة التانية. يا اخي ايه ده؟ ايه ده الكلام ده؟ ده كلام يتقال؟ ده كلام يتقال؟ ده كلام يعصب البني ادم والله. يعني انتوا ما لقيتوها بدأت تظهر تاني على اللايفات او طالعه عشان تتكلم عشان وجالها دعم ولا جالها كده؟ الوقت طالعين تتكلموا عايزين حق ابنك؟ يعني بجد حاجه تزعل وحاجه تأسف بجد على اللي بيحصل، على اللي بيدوروا الميراث، بيدوروا على الميراث وبيدوروا على الفلوس وبيدوروا على ايه.
مش بتدوري على اولاد ابنك ليه؟ مش بتدوري على اولاد ابنك ليه؟ ما بتدورهمش عشان تاخديهم في حضنك كده وتطبطبي عليهم وتقول لهم معلش يا حبايبي انا هعوضكم ابوكم، او روحي اقعدي معاها، او روحي اقعدي معاها لما تلاقيكي معاها بالطيبه. اكيد يعني مش هتقولك لا البنت، يعني هي اصلا البنت شكلها طيبه. بجد يا جماعة يعني الموضوع ده، موضوع الورث ده حاجة صعبة. أكيد في ناس كتير اتعرضت لكده واتعرضت أكتر من كده. بس أنا ما بقولش إن احنا ما نطالبش بورثنا، لا نطالب، بس في أوقات. يعني لو انتوا شايفين أنا بتكلم غلط قولوا لي رأيكم. هل ده وقته؟ هل ده وقته إن والدته تطلب الميراث؟ هل ده الوقت إن والدة إبراهيم شيكة تطلب ميراثها من هبة؟ بدل ما تفضل حزينة على ابنها وتبقى زعلانة على فراقه وبعده، وزعلانة على أولاده اللي هيتربوا يتامى، زي ما هي بتقول إن هو اتربى يتيم. هي قالت إن والده توفى وهو صغير واتربى يتيم، وبقت تروح وتشتغل وعشان توصله لبر الأمان. هل ده يرضى حد إن احنا ندور دلوقتي على الميراث؟ في رعاية الله وحفظه. اسيبكم بقى، يعني ايه، يعني نشوف المشكلة ديت هتوصل لايه في الاخر، والمفروض تتلم وتتضم شوية، يعني ما تكبرش اكتر من كده. في رعاية الله وحفظه. سلام.